سلام متابعيني الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت نبارطاجي معكم الوصفه تاع المطلوع اللي نعتمدها انا في البيت تاعي ونعتمدها على العام. يعني وما نبغي نخدم المطلوع، هذه هي الوصفه اللي نخدم بها. شوفوا كيجي بزاف شباب، خفيف، روعه. شوفوا غادي نوري لكم كاع الخبز باش تشوفوا باللي بزاف خفيف بواحد الطريقه. شوفوا كيجي بسم الله. نبداو في الوصفه تاعنا. شوفوا بناء على طلب بعض المتتبعات على الوصفه تاع المطلع، شوفوا انا هنا مانيش دايره بزاف، ندير كميه صغيره. كانوا طلبوني على الوصفه تاع المطلع وقالوا لي كيفاش نخدموها، اسكو نقدروا ندير فيها الاميلوري تاع الخبز اللي نتباع برا. انا نقول لهم المطلوع الجزائري، فرينه، سكر، خميره، ملح وماء، هادو هما المكونات تاع المطلوع. وبالنسبه للاميليوري محسن الخبز، راكم شايفين ندير غير مغرف. يبغي العجينه قاصحه، والمطلوع يليق تجي عجينته شويه مرخيه، تجي شويه مطلوقه. على هذه ما نستعملوش فيه الاميليوري. هادو هما المكونات: مغرف سكر، مغرف خميره، مغرف صغيره تاع الملح. هنا عندي بخي 1 الكيلو تاع الفرينه، ماشي بزاف. وهنا الماء، نبداو نزيدو في الماء حتى نتحصلوا على عجينه تكون مرخيه شويه، تكون طريه. هادو هما لي زاستيس تاع المطلوع. انا عندي واحد الطريقه نطيب بها المطلوع، يعني نص الطياب. في الاول نديرو في الطاجين، وفي الطياب الثاني نديرو في الفور، يعني نطيبوه على 2 مرات. هنا نبداو نزيدو في الماء حتى نتحصلوا على عجينه تكون مرخيه طالقه روحها شويه. هنا نزيد الماء، تجي شاده شويه روحها غير على تاع السفنج. شفتوا العجينه تاع السفنج تجي شويه عليها برك، هذا ما كان. نزيدها غير شويه. هذا هو القوام تاع العجينه اللي غادي تحصلوا عليه. شوفوا يكون مطاطي. لهنا نبداو كل نص ساعه نجو نضربوه هكا، ندخلوا له الهواء. هذه العمليه لازم باش يدخل له الهواء ويخمر لنا بالخف. نضربوه 1 دقيقه ولا دقيقتين ونغطوه، وكل نص ساعه نجو نعاودوا نفس العمليه حتى نشوفوه كون لنا فقاعات كبار بزاف من الفوق. هذاك الوقت العجينه تاعنا تكون واجده. انا لهنا شوفوا ضربتها شويه، غادي نغطيها وكل نص ساعه نجي ندربها. هنا نزيد الماء، تجي شاده شويه روحها غير على تاع السفنج. شفتوا العجينه تاع السفنج تجي شويه عليها برك، هذا ما كان. نزيدها غير شويه. هذا هو القوام تاع العجينه اللي غادي تحصلوا عليه. شوفوا يكون مطاطي. لهنا نبداو كل نص ساعه نجو نضربوه هكا، ندخلوا له الهواء. هذه العمليه لازم باش يدخل له الهواء ويخمر لنا بالخف. نضربوه 1 دقيقه ولا دقيقتين ونغطوه، وكل نص ساعه نجو نعاودوا نفس العمليه حتى نشوفوه كون لنا فقاعات كبار بزاف من الفوق. هذاك الوقت العجينه تاعنا تكون واجده. انا لهنا شوفوا ضربتها شويه، غادي نغطيها وكل نص ساعه نجي ندربها.
دوك تشوفوا العجينه تاعنا كي تكون بعد ما نخمروها واحد 2 مرات حتى 3 تنشوفوها دارت هاد الفقاعات. شوفوا تشوفوها دارت هاد الفقاعات عرفوها بلي العجينه تاعكم راهي واجده. لهنا نجيب شويه تاع الزيت في يدي ونكون وجدت السميد. هما يديروه في الطاسات، انا ما غاديش ندير في الطاسات، غادي ندير فيه هادو لي بلا تاوعي اللي نخدم بهم في يدي هكا، وندير كويرات على حساب الحجم اللي راكم باغيين، تبغوهم كبار تبغوهم صغار نتوما حرين. لهنا نفوت كاع العجينه، ما نهودهاش نخليها هكاك مختمره ونقلع هكا ونحط في السميد تكون النوعيه تاعو رقيقه، هذاك الرطب. بهذه الطريقه راكم تشوفوا لازم ديروا هكا باش العجينه تاعكم ما تهودش. نغلفوها مليح ونزيدو نديرو هنا في البلا ونحطو الخبزه تاعنا، نعاودو نفس العمليه. انا هادو نخدم بهم المطلوع، مخليتهم سبيسيالمون للمطلوع. شوفوا السميد تاعهم مازال فيهم. نزيدو لهنا الخبزه الثانيه ونروحو نقلعو غير من الاطراف برك، ما نروحوش للوسط. هذه هي الطريقه تاعي انا اللي نعتمدها في المطلوع. نعاود نقلب نرملهم مليح ونزيد لهنا. انا ما نديرش في الطاسات، ندير مباشره في هاد لي بلا. نزيدو حتى نكملو كاع العجينه تاعنا. نغطوهم واحد 2 دقائق، ماشي بزاف، 2 دقائق برك باش نعالجو نخدموهم باش يعطونا الطوع. هذا ما كاين. نروحو للجوانب تاني نقلعو منهم. دوك لهنا نجو نبداو نديرو لهم اون فورم. شوفوا بداو هكا من الوسط وروحوا. شوفوا العجينه كي تكون خامره انت كي تهودي فيها وهي الفقاعات راهم يطلعوا للفوق. بالوحده حتى اللي نكملو. شكل دائري هوديها مليح حتى المطلوع ما يجيش خشين. دوك كي يخمر نص خمور، شوفوا هنا راه طالع غير النص، نكون وجدت الطاجين تاعي ولا الحاجه اللي عندك تقدري طيبي فيها الخبز. واش نديرو هنا؟ نجو نقلبوه بسم الله بهذه الطريقه هكا ونتبو لهنا. وغادي نخليه يطلع نكون ديجا وجدت الفوغ تاعي يكون يسخن. شوفوا دوك الشيرات راهي طلعت. هنا غادي نطلعوا عليها كي نشوفوها. شوفوا حمارت، كم تشوفوا راهي حمارت من تحت. لهنا نجيب البلا. دوك نجيب البلا اللي ديجا كنت خبزتها فيه ونحطها في وسطه. نكون ديجا شغلت الفوق، خليته يسخن من الفوق بهذه الطريقه هكا. دوك نكون شاعله الفوغ تاعي، نروح نحطها تتحمر من الفوق. دوك هنا نزيد الزوجه والثالثه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. شيرات هو المطلوع تاعنا بعد ما طاب. شوفوا كيجي بزاف خفيف ما شاء الله. شوف العاد راه سخون. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه والطريقه، وان شاء الله تجربوه وتنشوفوا فيه باذن الله. ما بقى غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد بصحه وعافيه وطاقه ايجابيه باذن الله. سلام.